مسجلة وتنزل على القناة بتاعتنا. اتفضل يا مستر. اهلا نسيم، لسه كنا بنحتفل بعيد العذراء امبارح، وايام حلوه جميله بتحتفل بها الكنيسه. بشكر الاستاذ مجدي والخدام الاستاذ رومان والباشمهندس اندرو والاستاذ مرو والاستاذ فادي والخدام ثانوي، الواحد بيحترمهم. الاستاذ مينا من الخدمات الجميله في الكنيسه، وسن حلو يا شباب. يعني احلى سن تقضيه في الكنيسه صدقني سن ثانوي. لسه يعني حته المسؤوليه شويه والكلام ده كله لسه، يعني برضه بتعيش حياتك لسه. تخش في شباب مطالب ان انت تشتغل وتعتمد على نفسك، ويبقى في متطلبات كتير، فاستمتع بوقتك، ما تدوش بره الكنيسه. الكنيسه فيها حاجات حلوه كتير، صدقوني احسن اوقات قضيناها في حياتنا كانت جوه الكنيسه. رحلات بقى، انشطه، نسمع كلمه ربنا، نتعزى. طول ما انت موجود جوه الكنيسه، كل ما انت تمام كويس، تعدي عليك تجارب كبيره، انت موجود جوه الكنيسه برضه. بتعمل اسقاط على ربنا وعلى الكنيسه وعلى القديسين والكلام ده كله، وتشوف سير القديسين، فالكلام ده كله في العالم والكلام ده كله. فالكنيسه حسن لينا كلنا. النهارده هنتكلم على موضوع حلو، انتوا بداتوا بدايه حلوه خالص، اتكلمنا عن الضمير والامانه. ناس كتير برضه حته الضمير بالنسبه لها مش فاهماه. الضمير ده هو عباره، هل هو شيء مادي يا جماعه؟ هل الضمير ده شيء مادي؟ ايه؟ شيء معنوي، برافو عليك. عشان بس الناس اللي بتتكلم عن وجود الله، لما يجي حد يقول لك انا مش شايفه، اؤمن بيه ليه؟ طب ما انت في حاجات كتيره انت مش شايفها وبتؤمن بيها. لما تيجي تتكلم ناس يقول لك ربنا مش موجود، انا مش شايفه، اؤمن بحاجه مش شايفها ليه؟ طب ما في حاجات كتير انت عندك مخ، هل انت شايف المخ بتاعك ده؟ مش شايفه. طب انت عندك ضمير، شيء معنوي. طيب يبقى النهارده ان شاء الله هنتكلم على الضمير. ساعات كتير اوقات بنسمع مقوله زي ما انتوا قلتوا في الفيديو كده، ان الشخص ده ما عندوش ضمير. يعني ايه ما عندوش ضمير بقى؟ انا عايز اسال، يعني شارك مع بعض، انا مش هتكلم. انت شباب كبير، والمحاضره او الكلمه كلها انتوا المشاركه. يعني اهم حاجه تطلع بس فاهم الدنيا ماشيه ازاي. يعني ايه يا جماعه لما اقول شخص ما عندوش ضمير؟ الضمير ده مش موجود خالص، يعني ما اتخلقش جواه ولا جوه. هو كده الضمير موجود. الضمير موجود. يكون سلبي. ضمير سلبي، اشكرك يا شيخ. بيبقى مثلا في برضه حاجات بتبقى ايجابيه، اللي هو مثلا بيبقى صوت ربنا ليك بيبعت لك اللي هو مثلا رساله او حاجه غلط. تمام. ايه كمان يا جماعه؟ هو يعني ما اقولش ان الشخص ده ما عندوش ضمير، هل الضمير ده مش يعني ما اتخلقش جواه الشخص ده، مخلوق في شخص ومش مخلوق في شخص تاني، موجود في شخص ومش موجود في شخص تاني؟ ايه راجع؟ لا ونس، يلا حبيبي قول. ايه قول؟ موجود في كل. طب لما بقول ان الشخص ده ما عندوش ضمير، انا كده قصد ايه؟ شخصيته. يا ابو السعود. ايه يلا. مني، فين منير؟ يا بولا لما اقول الشخص ما عندوش ضمير، يعني ايه ما عندوش ضمير بقى؟ يعني هو عنده ضمير، ده ربنا خلق له ضمير، بس هو بيعمل ايه يا جماعه في الضمير ده؟ بيموته. اطلق ايه بالظبط؟ عنده عدم ايمان. طيب يبقى ده بنتكلم على موضوع ايه؟ بدايه الضمير. هل الضمير هو صوت ربنا؟ هل في فرق بين الاثنين؟ في فرق. الضمير مش هو صوت ربنا. طب مين شاطر بقى يقول لي احنا عرفنا الضمير؟ ايه هو صوت ربنا في الانسان؟ ايه؟ استاذ بنون عايزين يشاركوا هم معانا. صوت ربنا في الانسان يا جماعه هو الروح القدس، وده بياخده الانسان المسيحي في المعموديه. يبقى في فرق بين الضمير وصوت ربنا. في فرق بين الضمير وصوت ربنا. صوت ربنا هو الروح القدس. طيب طب ليه انا ما بسويش الاثنين؟ مين شاطر يقول لي بقى؟ مين شغال حلقه؟ يا انطونيوس. كان ساعه ما حلقت الحلقه دي احنا مش عارفين. يقول ايه الفرق بين ليه ما اسويش الاثنين يا جماعه؟ ليه ما اسويش الروح القدس بالضمير؟ الضمير مثلا على طول بيبقى فيه ايجابي وفيه سلبي. ايجابي وسلبي، برافو عليك يا شادي، ممتاز. الضمير يا جماعه ممكن يرشدك للخير او يرشدك للشر، هو عباره عن ارشاد، اشاره مرور. الضمير عباره عن اشاره مرور. تمام؟ لكن صوت ربنا او الروح القدس لا يقود الانسان الا للخير بس، مش اكتر من كده. لكن الضمير ممكن يبقى فيه شر وفيه خير. برافو. الضمير ليس صوت الله. الضمير هو ليس صوت الله في الانسان كما يظن البعض.
صوت الله في الانسان هو الروح الايه؟ القدس، زي ما انتم كلكم ايه؟ كلكم ايه؟ قلتوا. برافو. طيب احنا قلنا زي ما قال شاد اهو، الضمير يمكن ان يخطئ ولكن الله لا يقود الانسان للايه؟ للخطا. الروح القدس يقودك للخير. كل خير الروح القدس يقودك ليه. طيب الضمير الخاطئ، هل الضمير يقدر يخطئ؟ يقود الانسان للخطا. الضمير ممكن يقود الانسان للخطا لو هو انسان مفروض صوت ربنا. طيب تعالوا نشوف كده مع بعض انواع الضمير. الضمير يا جماعه ممكن يقود للقتل. ضمير يعني لو في دكتور ما عندوش ضمير وجت له واحده عايزه تعمل عمليه اجهاض ولسه الجنين والجنين كان اكتمل في بطنها عشان لاي سبب من الاسباب، فممكن يعمل عمليه اجهاض يكون تسبب في قتل نفس. فممكن وهو فاكر ان هو بيعمل حاجه كويسه، ان هو بيشيل الشيء ده عشان خاطر ما تحصلش حاجه اكبر من الكلام ده كله، ويعمل عمليه غير قانونيه خالص، ويفتكر ان هو بيعمل عمل خير كده وضميره يبقى مستريح خالص. اذا الضمير هنا ممكن يكون للايه؟ للقتل يا جماعه. ضمير ويبقى هو مستريح قوي. لا، في مفاهيم موجوده في الدنيا او في حياتنا المفاهيم دي خاطئه، بنحكم عليها بمعيار خاطئ يا جماعه. ولاد الله غير ولاد العالم خالص نهائي، فما تحكمش بحكم اهل العالم. انت الحكم بتاعك الدستور بتاعك والايمان بتاعك هو الكتاب المقدس، هو ده اللي انا بحكم من خلاله. لكن اهل العالم والثقافه المنتشره يا جماعه اليومين دول بتاع بيعملوا كده اما اعمل زيهم وايه المشكله؟ لا، هنشوف في حاجات كتير احنا الفاظ ومصطلحات احنا بنستعملها وده يا جماعه مش مظبوطه، مش بتاعت ولاد ربنا. ضمير ممكن يكون للكذب، مثلا ابنها غلط ولا ما اعرفش عمل ايه، فعشان بتحبه يعني تكذب بقى وان هي عشان تطلعه من المشكله دي. ده برضه خطا، ده مش مظبوط. ده مش مظبوط. الضمير يا جماعه ممكن يساعد على الايه؟ على الغش. الضمير ده ممكن انت تكون انت يعني وان انت شايفين امتحانات الثانويه العامه وشايفين الغش والكلام ده كله وتقول لا ايه المشكله يعني؟ تعالى كده نشوف الفيديو ده ونشوف هل فعلا حصل ده؟ طبعا شفت الكلام ده، ايه رايك؟ هي من وجهه نظرها ان هي عماله تغشش ابنها، عايزه ينجح وزي الفل، بس ده هيطلع دكتور غشاش. ده ممكن يموت مريض، وهيطلع مهندس ما عندوش ضمير ممكن عماره تقع بسببه. حاجات يا جماعه اللي احنا بنتهاون فيها وفاكرينها. يعني انت مثلا لما مستر رومان يخش اللجنه مثلا ويشد اللجنه على الولاد، يقول له يا مستر ما يعني خلي عندك رحمه شويه. لا، هو بيعمل الصح، انت اللي فاهم غلط. دي ثقافه منتشره غلط في المجتمع. لازم يبقى عندك ضمير. لو انت ما عندكش ضمير في حته الامتحان دي، طب يبقى انت خلاص بقيت شبه العالم. فممنوع يا جماعه الغش. يعني احنا بنتكلم في انواع الضمير. احنا قلنا انواع الضمير، احنا قلنا اللي هو عديت خلاص مفيش مشكله. فالضمير يؤدي للكذب، يؤدي للقتل، يؤدي للغش. واحنا الحاجات دي بنعملها بنفتكر زي الدكتور اللي هو بيعمل عمليه اجهاض لجنين اكتمل وهو موت نفسه، وزي الام اللي بتكذب عشان تحمل ابنها وده خطا، وزي اللي في الامتحانات بيغششوا اولادهم وفاكرين ان هو بيتعلم صح والكلام ده كله. الكلام ده كله مش مظبوط، لانه بيطلع انسان ما عندوش ضمير، لان هو في الاساس بتاعه او ان هو طلع على شويه مبادئ خطا بتاعت اهل. طيب انواع الضمير يا جماعه بقى. انواع الضمير، في واحد يقول لك ده الانسان ده صالح. طيب في مثل في الكتاب المقدس على الضمير الصالح، حد يطلعه لنا؟ مش هنتكلم احنا بقى، هتشتركوا معانا. ايه؟ ايوه السمير، برافو عليك يا كوكو. السمير الايه؟ الصالح يا جماعه. السمير الصالح هو معدي كده شاف واحد طلع عليه اللصوص وموتوه، يعني بين الحياه والموت. عدى عليه لاوي وعدى عليه الكاهن، عدى عليه واحد قريبه وعدى الكاهن بتاعه، بس عشان كانت الشريعه اليهوديه كانت شريعه جامده، فبيقول لك ان هو لما كان يروح يعمل صلاه ممنوع ان هو لو في حد فيه دم ولا حاجه يلمسه. الكتاب المقدس لما جه السيد المسيح قال لك اريد ايه؟ اريد ايه يا جماعه؟ رحمه لا ذبيحه. عشان كده الكاهن مشى وعدى وسابه، مع ان ده كاهن،
بس هو كانت نصوص الناموس اليهودي ان هو لو راح يعمل طقس ديني وفي واحد ما يلمس الدم عشان ما يتنجس، كان الدم ده رمز لايه؟ للنجاسه. فكان ده السامري الصالح اللي هو كان عنده ضمير صالح، ما خافش ان حد يطلع عليه في المنطقه دي، وابتدى ان هو يخدم ايه؟ يخدم الرب. طيب في عندي بقى الضمير الواسع اللي هو يعدي الجمل ويجي على البعوضه يقول لها لا استنى عندك، يجي واحد يعني يعدي ما اعرفش مين ويجي عند حد شخص غلبان كده يقول له لا اقف عندك هطبق عليك القانون. زي مين يا جماعه؟ ايه؟ الكتبه والفريسيون المراؤون. الكتبه والفريسيون، وخلي بالكم اكتر ناس تعبت السيد المسيح في خدمته على الارض هم الكتبه والفريسيون، ويقول عليهم المراؤون، يعني يتكلم عكس ما بيعمل، ويتكلم فادي ويروح يتكلم شخص تاني يقول عليه عكس الكلام. دي اسمها النفاق او الرياء. فاهم؟ دول اكتر ناس تعبوا السيد المسيح. الضمير الضيق بقى اللي هو الانسان المتشدد، يا عم انا جاي تعبان من بره وكلت او شربت ونسيت، عايز اتناول ابونا او عايز ما اعرفش اعمل ايه او الخالد، لا ما تتناولش. ليه؟ ربنا اله رحمه يا جماعه، ربنا اله رحمه، ما عندناش حته التزمت في المسيحيه وان انت تضيق على ايه؟ تضيق على الناس. هل الضمير يا جماعه بيتاثر؟ هل الضمير بيتاثر؟ الضمير بيتاثر. احنا لو انت انسان حلو خالص وضميرك صاحي كده بس عدت عليك كذا حاجه من اللي احنا هنقولهم دول، هنشوف الضمير بيتاثر ازاي. الضمير يتاثر بالتقاليد. طب لو انت عايش في الصعيد واحد مثلا موت حد من عيلتكم، انت هتعمل ايه؟ برافو عليك. ده اسمه ايه في الصعيد يا جماعه؟ يا رامز ايه؟ ده اسمه ايه في الصعيد؟ اسمه الطار. انت متاثر بالتقاليد بتاع المجتمع، بتقاليد المجتمع، ان حد موت من عيلتنا يبقى انا لازم اخد طاره واخد ده. دي اسمها الثقافه المجتمعيه. يبقى انا ممكن اكون انسان كويس بس اتاثرت بتقاليد المجتمع، واوقات كتير بتحصل. وكان ايام الوثنيه كان يقدموا ولادهم للاوثان، كان ضمن المعتقدات بتاعتهم ان يقدم للاوثان اي حد من ولاده. فبتاثر بالمجتمع. الضمير يتاثر ببعض الرغبات والشهوات. انت ضميرك كويس، اتهزيت شويه، عندك رغبه، عندك معرفش ايه، اتاثرت خلاص، بتمشي ورا رغباتك وتمشي ورا الشهوات دي. الضمير يتاثر بالمعرفه. يعني لو انت انسان حلو وجميل وبتقرا في الكتاب المقدس وعندك معرفه كويس، ضميرك يبقى صالح قوي ويبقى كويس وتعرف معرفه كويسه يا جماعه. لكن لو انت ما بتقراش، لو انت ثقافتك محدوده، الامور بتاعك مش هيبقى في مجالات كتير في حياتك انت عارفها. وده اوقات كتير يا جماعه احنا بناخد الهوامش. تلاميذ لما ما اصطادوش حاجه فالسيد المسيح فاكرين قال لهم ايه؟ خش فين؟ خش فين؟ خش الى العمق. خش فين؟ انسين. خش للعمق. ليه اخش في العمق؟ لان انا واقف على الشط كده، انا واقف شفاعة قديسين، بشوف ما اعرفش دقيقه وعظه. طب ما نقرا يا جماعه، ما نعرف الكتاب المقدس فيه ايه. طيب الضمير يتاثر بالمرشدين وباصدقاء، في الاصدقاء وبالبيئه المحيطه، ودي نقطه مهمه جدا تعالوا نتكلم فيه. هندي مثل وما اعرفش انتوا عارفينه ولا لا، او حد يتكلم عليه ولا الكلام ده كله. دي صورة شاب حلو خالص كان موجود في الكنيسة. القصة دي حصلت في السبعينات وحصلت قصة حقيقية عن أنطونيوس. إيه القصة دي؟ القصة دي بتاعت واحد اسمه مجدي ياس. مجدي ياس ده في السبعينات كان شماس حلو قوي ومنور في الكنيسة. فجأة اتلموا عليه أصدقاء السوء، ابتدى ان هو يشربوه سجاير، بدا بالسجاير، ابتدى يبعد عن الكنيسه وما عادش بيلبس تاني، ابتدى بعد السجاير يخش في المخدرات. طب المخدرات عايزه فلوس، ابتدى يتلموا عليه وابتدى ان هم يسرقوا. سرقوا كذا مره وما كانش بيتمسك. في مره رايحين يسرقوا فيلا، كان في البواب بتاع الفيلا، صحى ضربوه موتوه، مشوا هربوا محدش مسكهم، اتمسكوا بعد كده في قضيه سرقه. اتمسكوا في قضيه سرقه. عارفين مجدي ياسا ده عامل ايه يا جماعه؟ عشان كان ضميره صالح بس هو اتاثر بالمرشدين واصدقائه. قعد مع اب اعترافه كان اسمه ابونا ميخائيل ابراهيم، ده كان اب اعتراف البابا شنودة، وقال له انا عملت كذا كذا كذا. عارفين ابونا ميخائيل قال له ايه؟ قال له اعترف بقضيه القتل اللي انت عملتها. هو ممسوك سرقه وهيخش يتسجن 3 سنين وهيتحكم عليه 3 سنين. مجدي ياسا
والعذراء ظهرت له في السجن، وراح طلب في اثناء المحكمه ان هو اتكلم وقال له احنا في يوم من الايام دخلنا على فيلا وموتنا الغفير والحارس بتاع الفيلا وقتلناه، اتحكم عليه بالاعدام. شايفين صورته؟ دي صورته هو راح يتعدم. عارفين كان مكتوب ايه؟ من يصدق ان هذا الشاب الذي يبتسم ذهب الى المشنقه. عشماوي وهو بيعدمه كان مستغرب جدا. مستغرب ايه؟ ان هو فرحان. هو العذراء ظهرت له بعد كده واتعزى. كده ده دخل الجنه ولا لا هو قدم توبه بس خد العقاب الارضي. خد العقاب الارضي. هو هل رامز هل لما الانسان بيخطأ ربنا بيموته؟ ربنا بيديله فرصه توبه، بس على شرط انت غلطت هتاخد العقاب بتاعك في الارض. هو خد العقاب بتاعه، هو اتشنق. لكن ربنا بقى من رحمه ربنا الكبيره ان انت طول ما انت في نفس في حياتك ومقدم توبه وعايز تتوب، ربنا بيقبل توبتك. غير المجتمع يقول لك لا يا حبيبي تعالى، ما تقولش معلش يا سعاده القاضي انا عايز اتوب عن القضيه دي، يقول لك لا تعالى اعمل الحكم عليك، نفذ الحكم اللي عليك. وفعلا مجدي ياسا كان كويس، كان عنده ضمير صالح، لكن اصدقاء السوء والمرشدين والبيئه المحيطه هي اللي عملت كده يا جماعه فيه. فخلي بالك بقى، واحد بيقربني للكنيسه او واحد بيبعدني عن الايه؟ عن الكنيسه. طيب نيجي لموضوع الامانه. الناس كتير كانت يعني شوف الامانه من الضمير. تعالوا نشوف الامانه، وده جزء صفه جميله جدا من صفات الانسان المسيحي. يقول لك الانسان المسيحي ده انسان امين. وزمان لما كانوا يحبوا يشغلوا حد ويمسكوا الفلوس يشغلوا واحد مسيحي. يشغلوا واحد ايه؟ مسيحي. كان يقول لك هات المسيح لان انت كنوز الدنيا دي كلها هو امين عليها. معنى الامانه يا جماعه مش الامانه ان هو يبقى امين في الفلوس بس، لا، الامانه بصفه عامه ان انت تبقى امين نحو الله ونحو نفسك ونحو الاخرين. تمام، يبقى تكون امين في علاقتك بربنا، تكون امين جوه نفسك، تكون امين في علاقتك مع الاخرين. طيب والامانه يا جماعه من اهميتها والكتاب المقدس اتكلم عليها كتير. الامانه هي مقياس الدينونه. يعني في ايه موجوده في الكتاب المقدس كلنا حافظينها. كلنا حافظينها. ايه هي يا جماعه؟ يا جون نعلنا ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير، ادخل الى فرح ايه؟ سيدك. دي دينونه. دي دينونه، يعني دي من خلالها بخش السماء. اهميه الامانه يا جماعه. انت شباب كبير، حلو نفكر في الموضوع ده. طيب تعالى كده نشوف السؤال ده كده. إلى أي حد يجب أن أكون أمين؟ يعني أكون أمين يعني بنسبة كام؟ 75%، 80%، 90%، 100%؟ إلى أي حد يعني؟ بتبقى محطات. يعني 50-50 كده ولا فيها كلام ولا لازم وان شوت كده مرة واحدة أكون أمين ما فيهاش فصال والكلام ده كله؟ طب تعالوا نشوف كده الكتاب المقدس قال لنا إيه؟ شوف بقى. أيوه، كن أمينا إلى الموت. لو حتى هيموتوك لازم تبقى أمين. وده كان القديسين والشهداء كانوا بيعملوا كده يا جماعة. كان يروح يستشهد على اسم السيد المسيح، كان عنده أمان، كان عايز ربنا. فكن أمينا إلى الموت سأعطيك أكليل الحياة. يبقى أمانتي لغاية ما أموت، لغاية ما أنسى، عشان أقدر أقابل إيه؟ أقدر أقابل ربنا. طيب في شخصية حلوة يا جماعة في الكتاب المقدس مثال للأمانة. يلا الشباب بقى، مش عاوز أتكلم أنا، محدش يتكلم من قدام يا جماعة. روح الشاب. لامبا برام، برافو عليك. إيه الكتاب المقدس؟ يا سلام عليك يا عم ونس، إيه الحلاوة دي؟ يوسف الصديق. يوسف الصديق ده يا جماعة مايكل كان إنسان أمين جدا جدا جدا، والكتاب المقدس بيتكلم عنه يعني بكل عظمة وكل جمال. يوسف القديس الصديق من الشخصيات الإيه؟ الجميلة. فيعتبر المثال للأمانة. طيب يوسف الصديق يا جماعة كان أمين في 3 حاجات عارفينها؟ مين يقولهم كده؟ أمانته دي خلته في مستوى تاني. كان أمين فين؟ نفسه مع ربنا، مع نفسه مع ربنا ومع الآخرين. طيب كان أمين في بيت فوتيفار، صح كده؟ شايفين الصورة اللي قدامنا ده يا شباب؟ مالها الصورة دي؟ دي إنسانة زوجة مين؟ فوتيفار. تمام؟ كانت عايزة تعمل خطية مع يوسف. كان في حد في البيت؟ لا.
ما كانش في حد في البيت خالص نهائي. قال لها ايه يا عم رامز؟ قال لها كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ امام الله؟ الله ده هو خلي بالك ده قبل الانجيل، يوسف ده كان في العهد القديم، كان ضمير بقى، كان ضمير، ما كانش فيه معموديه، كان هو بيتحاكم او هو كده قدام ربنا بيتعامل بالضمير الداخلي بتاعه. شايفين قد ايه يا جماعه؟ شايفين قد ايه يوسف كان عنده امانه في حياته قال لها كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ. طب امانته عملت في ايه؟ دخلته السجن. طب ايه ده بقى؟ ايه اللي بيحصل ده؟ يعني انت في العالم كده نتيجه ان انت ممكن تكون انسان امين يا عم مؤنس تخش هو انت بقى اللي هتعمل لنا انت في المصلحه يعني هتعمل لنا امين؟ طب احنا هنلبسك بقى مصيبه بقى تعالى. وفعلا يبتدي يعملوا لك اي مشاكل في الشغل علشان انت انسان مسيحي امين. يوسف رغم كده لم يتذمر على الله، يوسف كان انسان امين في علاقته بربنا، حتى في السجن كان انسان امين واكتسب ثقه السجان، والسجان ما كانش يعرف السجن ده يعرف في ايه، لان يوسف هو اللي كان متولي كل شيء وكان كسب ثقته. ولما كان وزير وعينوه وزير على كل مصر بكل حكمه وكل امانه، ابتدى يعين السبع الخير، يعين للسبع سنين اللي هم فيهم جفاف وفيهم عدم خير. فكان انسان امين في كل في كل حياته يا جماعه. طيب ما هي اختبارات الامانه؟ الامتحان ده امانه، زي ما احنا اتكلمنا على موضوع غش الجماعه والكلام ده كله. لا لسه مشغلينه دلوقتي. طيب ايه هي يا جماعه اختبارات الامانه؟ اختبارات الامانه في العمل. لو انت ماشي كويس طب عرضوا عليك اي حاجه، لا الكلام ده مش بتاعي، الكلام ده مش بتاع اولاد ربنا خالص نهائي. الامانه تقتضي ان انا اكون امين في عملي، امين في مواعيدي في الشغل، ما ازوغش، او ان انا ممكن استاذن، امين في الامتحانات. يبقى في العمل في الامتحانات. طيب احنا قلنا الامانه نحو ربنا ان انت تكون ما تخونش ربنا. طب كيف اخون الله يا جماعه؟ ازاي الانسان يخون ربنا؟ انا بقول لك يعني خليك امين في علاقتك بربنا، يعني ما تخونش ربنا. ازاي اخون ربنا؟ لما بعمل الخطيه بنفصل عن الله. الخطيه يا جماعه هي انفصال عن الله، الخطيه انفصال عن الله، ودي تعتبر نوع من انواع الخيانه، لان ربنا من محبته لينا نزل وتجسد وخد جسد انساني، قابل كل الام متعذب على خشبه الصليب عشان يبقى لينا حياه تاني. انت مش بتتعامل كده، او ان انتوا فديتوا بدم، ودم غالي، دم المسيح يا جماعه. فانت ده انت مدفوع فيك كتير قوي، مدفوع فيك دم المسيح، فما تقللش من نفسك، وانت ابن الملك وانت ابن ربنا، فلازم ترد الكلام ده كله لربنا، لان هو اساسا هو اللي بدا، لانه احبنا اولا. طيب ده بالنسبه لعلاقتي بربنا. طب علاقتي مع نفسك، خليك امين مع نفسك بقى، امين في صلاتك، لازم يكون ليك صلاه يوميه يا جماعه، امين في التناول بتاعك، في حضور قداسك، في قرايه الكتاب المقدس. لازم الانسان يكون امين في كل حاجه تخص حياته. والامانه يا جماعه بتخلي عندك نوع من انواع النمو الروحي الدائم. يقول لك ده الانسان ده قديس عظيم. طب وصل القداسه دي منين؟ تدريجي، خدها واحده واحده لغايه كل يوم او كل فتره ربنا كان بيديله نوع من انواع النعمه والبركه في حياته. اكون امين في علاقتي مع الاخرين، ما اكذبش عليهم، ما اخدش حد اوديه بره الكنيسه، لا لازم اجيبه جوه الكنيسه. لازم لما اروح اي بيت اتكلم فيه عن ربنا، ما اقعدش اتكلم بقى اقول تعالى يا جماعه نضيع وقت. الكتاب المقدس يقول لك مفتدين الوقت لان الايام شرير. حياتك كلها عباره عن وقت، الوقت اللي بيضيع منك ما بيرجعش تاني، ضاع منك ساعتين مش هيرجعوا تاني، يبقى عمرك ناقص ساعتين يا جماعه. فخليك امين في علاقتك في وقتك، في عملك، في علاقتك بربنا، في علاقتك مع الاخرين. شادي مشايع او كوكو قالوا ان هو الانبا ابرام كان انسان امين في صفه العطاء يا كوكو. ربنا اداله رحمه واداله معجزات، وابتدى ان هو يعمل معجزات ويعمل ويطعم الفقراء والمساكين، واستحق ان هو ياخد اللي هو اسقف العطاء. لازم تبقى امين في عشورك. الناس اللي بتشتغل يا جماعه ادي ربنا بتقبض 100 جنيه اديله 10 جنيه، اديله عشوره. في ناس بتدي البكور. يعني ايه البكور؟ اول مرتب هقبضه لربنا كله، وبعد كده ادي بقى 10%، بقبض 100 جنيه هدي ربنا 10 جنيه.
هو ربنا مستني منك ال 10 جنيه؟ ربنا بيشوف امانتك يا اخوك، شوف انت انسان امين ولا لا. انسان عندك رحمه، اصل ال 10 جنيه بتاعتك دي هتحط عليها فلوس تاني وتروح للغلابه والفقراء والمساكين. هل انت بتحس بالناس دي ولا انت اناني ما بتحبش الا نفسك؟ لا، يا رب انا بدي علشان اخواتي. حته المشاركه دي يا جماعه كويسه جدا. ده المجتمع الغربي والناس التانيين حته المنظمات الاجتماعيه والكلام ده كله بيعملوا اللي ما اعرفش عندهم كانسر والايتام وما اعرفش اللي عندهم امراض ايه. الناس بره بتبقى حاسه ببعض. فاحنا برضو حته العشور دي بتدل على امانتك من ناحيه ربنا وبتدل على امانتك عن ناحيه الاخرين. ممكن الناس تبقى محتاجه اللي انت بتعمله ده كله. طيب الشيطان يا جماعه بيجس نبضك. الشيطان بيجس ايه؟ نبضك. يقول لك بتتساهل مثلا تساهل مع الحواس، فاتح حواسك ماسك الفيسبوك رايح جاي، منظر كده انت شغال بقى عادي، اللي يجي قدامك يجي والكلام ده كله. يحاربك بالافكار. طب لما الافكار يجي لك يحاربك بايه؟ يحاربك بالشهوه. طب لما الشهوه يجي لك يحاربك بالفعل نفسه. شوف الشيطان بيجي لها ازاي؟ يجيب لك الحواس. ايه يا عم تفتح الفيسبوك، ايه المشكله؟ شفت منظر معين، ايه المشكله؟ ماليش دعوه، عادي يا عم، انا فاتح حاجه معينه هو ده اللي جه قدامي. تمام؟ يبتدي يلعب في دماغك ويروح يحط لك انت ونايم او انت وقاعد مع نفسك فكره. الفكره دي اتحولت لشهوه. الشهوه دي في الاخر عايزه فعل. فالشيطان شوف بيجرك ازاي يا جماعه. طيب في شويه بقى مصطلحات يا جماعه عايزين نقول عليها. يقول لك ايه؟ ان الكذب دلوقتي الشيطان يقول لك يا فادي ان الكذب ده لا انت مش كذاب. امال ايه؟ قال لك ده نوع من انواع الدهاء. ده انت ذكي، يالا ذكي ممتاز. خلي بالك المسميات. يقول لك الزنا ده حب، ده نوع من انواع الحب، ده ما اسموش زنا. ده المسميات يا جماعه منتشره بره، الكلام ده كله منتشر بره. الدهاء الكذب يقولوا عليه دهاء. الزنا يقولوا عليه ده نوع من انواع الحب، ميك لاف، نوع من انواع الحب. الرشوه يقول لك يا عم سهل امورك، يا عم سهل، انا بمشي اموري يا عم رامز عشان الدنيا ايه تمشي. دي المصطلحات يا جماعه بتاعت اهل العالم، دي مش بتاعت ولاد ربنا. خلي بالك من الكلام ده. لازم ولاد ربنا يبقوا مختلفين عن ولاد العالم. اللص اليمين كان امين في 5 ساعات. هو اتقابل فيهم مع ربنا ويستحق ان يدخل ملكوت السماوات، وقال له الان تكون معي في ايه؟ فردوس. 5 ساعات كان اتقابل فيهم مع السيد المسيح وكان امين فيهم فاستحق. شفت ازاي؟ يعني كن امين في القليل يا اخي. حتى لو انت عندك حاجه قليله خليك امين فيها. لو انت بتقبض 100 جنيه وهتدي ربنا مثلا 5 جنيه، يا عم ربنا يقبلها منك. يبقى انت انسان امين في علاقتك بربنا. لما ابراهيم اتكلمنا عليه قبل كده، كل سنه وانتم طيبين. موضوع الامانه صفه الانسان المسيحي، وهي معيار دخولنا السماء، ونكون امينا لغايه الموت فساعطيك اكليل الحياه. بشكر الاستاذ مجدي وخدام ثانوي الفرصه دي يا جماعه ومتشكرين.